السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نحكي على موضوع إنه مسائل الدولة عم بيوظفوا أو توظيف مسائل الدولة لأقربائهم ومعارفهم بالدولة بشكل عام الدولة يعني. في ناس طبعًا عم بتدوّر متل ما بيقولوا فسافيس عم تفسفس إنه الوزير الفلاني معيّن أخته، معيّن عمه، معيّن أخوه، معيّن أبوه، معيّن معارفه بمنصب كذا، بوظيفة كذا، وهاي التفاصيل. وطبعًا والأهم يعني بالموضوع إنه طبعًا الموضوع محكي فيه من زمان يعني إنه الرئيس عيّن أخوه ماهر مسؤول ب عنده بالقصر بالجمهوري له علاقة بالقضايا الرئاسية. ويمكن من كم يوم طلع والده لرئيس الشارع وصرح إنه يمكن ولادي رح يطلعوا إنه يتركوا المناصب ويطلعوا نظيفين أيدي. هلأ بالإضافة لذلك انحكى يعني عن كذا حدا إنه هو موظف ومرته موظفة بوزارة معينة مثل ما هذيك المرة عم بقرأ حكوا عن الموظف في وزارة الخارجية الغضبان. يمكن على ما أذكر إنه اسمه ما مو عروة. كذا الغضبان إنه قال ليش هو موظف في وزارة الخارجية وليش مرته موظفة بوزارة بوزارة الثقافة. وهيك يعني، وبعض الأمثلة الأخرى اللي مثل هيك. واليوم هلأ من شوي شُفت فيديو إنه عم يحكوا على كمان في موظف إله أخ موظف بوزارة تانية مسؤول إله علاقة بقضايا التموين والإمداد وما إمداد، هو مسؤول بجهة وهداك مسؤول بجهة. على كل حال الناس مزعوجة من هذا الموضوع، إنه ليش الوظائف عم تصير بالطريقة هاي بالحكومة الجديدة. طيب أنا بس بدي أحكي هلأ هون يعني مشان ما حدا يفكرنا يعني عم نحكي ضد حدا معين. هلأ ال بس لو نرجع شوي أيام بيت الأسد يعني حتى نشوف وين كانت كيف كانت البلد كيف كانوا البلد بيت الأسد معتبرينها يعني مزرعة، لأنه مزرعة لأ مزرعة مو بس شو اسمه مو بس للعيلة، لأ أنا باحكي هلأ بالأرقام، مو حكي يعني بس من فوق الأساطيح، بالأرقام. دراسة أمريكية بال2005 2006 حكت التالي: 33% من موظفي الدولة كانوا من عشيرة المقبور وابنه النذل بشار الأسد. 33% من موظفي الدولة. يعني لما نقول بالدولة كان في بوقتها كان في 1.5 مليون موظف بالدولة مسجلين بالدولة. لما تقول 33% يعني 500 ألف موظف من عشيرة الأسد. تخيل يعني كل 3 موظفين بالدولة لازم واحد يكون من عشيرة الأسد. أنا ما بدي أحكي طبعا يعني بالقضايا اللي نحكي إنه هذا عم يحكي على الطائفة ولا هذا عم يحكي. تخيل أنت كيف كانت الأمور. 33% من الوظائف كانت من عشيرة الأسد. نفس الدراسة بتقول لك 66% من ضباط الجيش هن كمان من عشيرة الأسد. وأكثر من 90% من الضباط الكبار القادة هذول الكبار هن كمان من عشيرة الأسد. هاي كله بالدراسة، هذا مو حكي عم يجيبوا حكى فلان وحكى علان، ودراسة أمريكية مو دراسة عاملها في فلان ولا علان، دراسة أمريكية للواقع بسوريا في هذاك الوقت. أنت لما تشوف هذا الواقع اللي كان هيك كانت الدولة مستندة، هيك كانت الدولة مزرعة لا بيت الأسد ولا عشيرة بيت الأسد. لما تشوف أنت نص مليون موظف كانوا من العشيرة،
هلا بتحكي مع الناس بوقتها كنا نناقش الناس، يا جماعة هذا الحكي ما بصير، هذا الحكي ما بصير. أحدهم شو بيحكي لي؟ والله أنت عدس. قلت له ليش يا حبيبي عدس؟ أنا لا عدس ولا فول ولا مسبحة. أي عدس؟ أنا مو من جماعة عدس، وبتعرفوا شو معنى عدس يعني. أنا عم بحكي بالوقائع، وحذرنا وحكينا بالوقت هذاك يا جماعة ما بصير هذا الحكي. هيك الدولة، هيك بيت الأسد عم بيقود الدولة للخراب، عم بيقود الدولة لحالة من الانفجار. لكن كيف الناس انفجرت وطلعت بالثورة؟ الناس مو شوعانة لما طلعت بالثورة، الناس طالعة بدها حقوقها، الناس بدها كرامة. لما تناقش واحد تقول لك يا أخي هيك هاي النسب موجودة من ناس من أصحابنا المثقفين، تقول له هاي الناس يعني كيف ضباط الجيش 66% من ضباط الجيش من جماعة من عشيرته. بقول لك والله شو انه اهل حلب واهل الشام ما بيروحوا على الجيش، قال شو كلياتهم تجار، على اساس كل اهل الشام يعني كلياتها كل اهل الشام واهل حلب كلها ناس معها مصاري وما شاء الله كلها تجار. يعني شو يعني هذا تبرير هذا؟ لا، وتاكيد للحكي اللي انا عم بحكيه. ضابط المنشق اللواء اللي من درعا انا شفته على التلفزيون هذيك مره عم يحكي انا عندي كان باللواء تبعي من 118 119 ضابط، عندي كان في 110 من ربع الاسد. تخيلوا 110 ضابط بهذا اللواء، وهذا اللواء وين؟ بدرعا، مو بالساحل، بدرعا اللواء. تخيل انت لواء بدرعا 110 ضابط من اصل 119 من جماعه الاسد ومن ربع الاسد. وجاي واحد بيحكي لك على فلان وظف وعلى الثاني وظف اخوه ولا اخته، ولا حط هذا مرافق، ولا حط هذا مدير مكتبه، ولا حطه آذن، ولا حطه شو يعني هيك اللي شو اسمه هيك الناس اللي بدها تدور اساس انه هي الناس يعني عم بيدوروا على نقاط سلبيه بالحكومه الجديده. هذا مو حكي، هاي شغلات يعني هاي شغله طبيعيه. يعني شو يعني لما يكون واحد موظف بوزاره وتكون موظفه مرته يعني بوزاره ثانيه، ولا اخوه بوزاره ثالثه، ولا هيك، فكان وين يتوظف؟ وين يروح يتوظف؟ يعني بدوله اخرى؟ شيء طبيعي لك بده يكون موظف. هذا زلمه موظف يعني ممكن تناقش انت بكفاءته انه والله هذا مو كفو، او هذا زلمه ما عنده شهادات حتى يكون مسؤول مثلا اذا كان بده يكون مسؤول. اما اذا كان هو مقدم على الوظيفه بشكل طبيعي، على المسابقه او يعني خضع للمسابقه وعملوا له فحص وعملوا له امتحان ونجح وصار موظف، شو المشكله يعني؟ ولا كان وين يشتغل؟ يشتغل بشو اسمه؟ ما بعرف. مساله المحسوبيات هاي تبع الوظائف وما وظائف، هاي ما هاي يعني هذا يعني انت ما عم تحكي على شيء مهم. هاي فسافس وهي قضايا تافهه، هاي قضايا ما لا بتغير بواقع الدوله انه اذا بدها تكون عم تشتغل صح ولا عم تشتغل ولا يكون فيها فساد ولا يكون فيها شيء. الناس بدل ما صار في ناس بسوريا بس شغلتها تدور وين في شغله نكشه صغيره هون بالوزاره الفلانيه ونكشه هون ونكشه هون، وتنسى كل اللي ممكن تعمله الوزاره، كل اللي ممكن يعملوه واللي عم ينعمل. يعني مو بس انه وكل الناس يعني هذا الحكي. يعني شوف انت الوزارات عم تشتغل ليل نهار، وهذا مو بشهادتي انا ولا بشهاده فلان ولا علان ولا بشهاده حتى السوريين، مثل ما حكينا بالفيديو السابق، بشهاده العالم كله. الناس متفاجئه شلون هاي الحكومه عم تنجز اللي انجزته خلال سنه زمان. هذيك مره بالمؤتمر السعوديين عم بيقولوا احنا يعني تفاجئنا باللي عم بيصير بسوريا. بدل الناس ما تحكي ده على الانجازات وكيف بدها تصلح وكيف بدها تظبط وكيف بدها تطور، مو بدها تشتغل ببعض، بدل ما يكونوا يشتغلوا مع بعض عم يشتغلوا ببعض. الناس عنا هون هدول الناس الفلفل، هدول الناس الفسافيس، والناس اللي قاعده ناطره بس الحكي الفاضي. بالمناسبه يعني هاي القصص ما تفكروا الدول الغربيه يعني دول يعني معقمه ونقيه من هاي التفاصيل. لا، فيها هاي التفاصيل، فيها هاي اذا الواحد يفكر يدور على محسوبيات ليش فلان اذا كان وزير موظف اخوه ولا اخته، يعني ما هي شغله عظيمه. فيها هاي الاشياء بتكون موجوده بالدول هي اقرب مثال ترامب. هي ترامب ما في حدا من عيلته الا ما بيشتغل بيشتغل معه،
هذا مستشار وهذا مدري مسؤول إيش منكم وشو اسمه وأصهراء وأصهرته وأولاده وأصحابه كلياتها هاي. حتى هون عندنا هون بألمانيا، وهي شغلة موجودة. تخيلوا أنتم بألمانيا، أنتم بتعرفوا بألمانيا الناس اللي بتشتغل بالزبالة ما بدنا نحكي قديش الزبالة الناس عندنا. طبعا احنا عندنا الزبالة شغلة عظيمة ما حدا بيشتغل. بتعرفوا انه اللي بيشتغل بالزبالة هاي الزبالة لعائلات مختصة بهذا الموضوع ما بيشغلوا حدا معهم. وطبعا لانه الرواتب اللي بيشتغلوا بالزبالة عالية. تخيلوا انتم هاي شغلة. انا عم بسأل هذيك المرة بقول ليش الناس يعني انا ما سمعت حدا يقول بده يشتغل بالزبالة او انه ممكن يشتغل. بقولوا لي هاي لعائلات ألمانية ما بتسمح لحدا شو اسمه يشتغل فيها. تخيلوا هاي شغلات هاي المحسوبيات يعني ممكن تكون موجودة بالدول ما هي والله شغلة عظيمة طبعا، بس ما هي مو حالة عامة، هاي حالة خاصة. ونفس الشيء عندنا بالدولة. شو يعني أنت لما يكون واحد موظف أخوه ولا لكان شو يعني إذا يعني وظف أخوه يعني مشكلة يعني حطوا عنده مرافق أو حطوا عنده حاجب أو حطوا عنده سائق شو المشكلة يعني؟ في مشكلة. بس الناس عم بتدور على انه تدور على هاي يعني تنكش هون اساسا شو قال مكتشفين المي السخنه. والله شو قال ليك فلان عم جايب لي فلان موظفه واعطى هذا حط فلان. تروح تشوف الناس لما كانت بيت الاسد كيف كانوا سارقين البلد. كانت البلد سارقينها. تخيل انتم هذا هلا ممكن واحد يجي يحكي لي والله ايه شو يعني بيت الاسد لما يكونوا يعني مأمنين وظائف للناس. ايه مهمه هاي الوظائف هاي يعني ال 500,000 موظف. هاي انت عم تجيبوا لما تجيبوا الواحد من عشيرتك وتعطيه وظيفه انت عم تعمل له دخل مستقر. في استقرار بدخله خاصه شو بعد ما هن رفعوا اجور القطاع العام صارت اجوره عاليه. صار الموظف ياخذ 20,000 و30,000. كان ممتاز هذا الرقم. القطاع الخاص بطل يجيب يعني بطل يحقق هذا الدخل. صارت الناس تحقق دخل عالي. تخيل عيله يكون فيها جزء الزوج موظف وزوجته واولاده بيحققوا دخل عالي وبيكونوا عايشين بعيشه كثير منيحه. هذا شيء مو سهل. لذلك انت بعد ما اجى بشار صارت الوظيفه حلم. بطل حدا يقدر يتوظف بسهوله. ما بيتوظف الا بيكون عنده واسطه وعنده معارف وعنده كذا وعنده كذا. وغالبا هاي المعارف بدها تكون عند مين؟ يا حزيركم يلي يا فهمانين. عند بيت ربع ابو رقبه عشيرته. وكل ما انت عم تفهموا علي انا بحكي على مشان ما حدا بكره يقول لك انا زلمه من جماعه عدس مثل ما حكى لي واحد مره. كانت عشيرته كانت مهيمنه على البلد. هاي بده يحكي بهاي التفاصيل ويروح يشوف كيف البلد كانت وهلا كيف البلد صارت. بدها الناس تشتغل مع بعض. اللي بده يعمر البلد يشتغلوا مع بعض. ما بدها الناس تشتغل ببعض. اذا الناس اللي تضل تشتغل ببعض احنا بنصير نقعد بس شغلتنا وعملتنا ندور وين هون هذا على غلطه لفلان وغلطه لعلان. وانا ما عم بحكي انه مشان بكره ما يقول لك انه احنا عم نروج للفساد. لا، احنا ضد الفساد. وكل عام وانتم بخير.